ووضعت يد العباس اليمنى على قلبها، يعني صارت تشعر بالأمان، تشعر بالاستقرار. ثم نظرت الحوراء زينب إلى ظلام الليل الكئيب، تقل ظليالي تأثرنا بظلامك، لا تزول بساعة تدري الوقت رمشة عين، يخلص لا يصير وداعيا وسفة وحرامات وحرامات. العمر راحت أيام مضيان، تقل ليالي ليالي كلك ألم ونيام، عسى لا بين ليك مصباح نشل بمكان حسين لورا. ثم نظرت إلى وجه الحسين، ونظرت إلى وجه ابن فضل العباس، وقالت والله يا نحلة قعدت الخوان قبال خيتهم، ينظروها ومنها يشمون ريحتهم، والله وانا سنين جنت معاشرتهم تالي على غفلة عافان ما جن منهم. انتهت هذه الليلة، جاءت ليلة 11 من المحرم. زينب عليها السلام اجت الى نفس المكان، لقت الخيمة محترقة، الاخوة في رحاب الله عز وجل. لهذا قالت قعدنا هنا ثلاثة بموصف الخيمة، والليل عافان وحيد بقاعهم، والله وفراق الأخو ما ينحمل ضمن. ثم جاءت إلى مصرع أبي عبد الله الحسين في أثناء المسير إلى جثمان الإمام المقدس. زينب عليها السلام تحكي مع نفسها، والله زينب تحكي ويا الروح
يا روح من أصل حسين. الشحكي لو شبين له وبديل الحديث منيه. أول ما أحبيت وقل اقعد يا نور العين، خليني من وجهك اشبع شوف يا تاله للأطياب. لما وصلت الحوراء إلى جثمان الحسين كأني بالإمام سلام الله عليه صبر الحوراء زينب تقول أخويا إن كان تريد منسى وبطل النحووني أخذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني. أخويا أيام كنت وياك ناغيك وتناغيني، إش بيد عايشة وياي من ذيك الأيام مشباح. تقل أخويا عمر ما فارقتك بيت ذكر يوم كنا صغار من حضن أمي الزهرة الجواد حيدر الكرار. أخويا روح وياك وين تروح وروح وياك ليل نهار. إش بيد لا يرضى القلب ينسى ولا يرضى القلب يرتاح. تقل أخويا يا ثغر الربعك ويا الأخوة من ثدايا أمي ويا وجه العلم القا يزول وينجل همي ويا جسم الذي برداه ريحة والده وعمي.